صباح الخير، كيفكم اليوم؟ أنا لأول مرة بسجل فيديو. أنا اسمي خليل مسعود. هذا الفيديو أنا أول مرة بسجل فيديو وبطلع فيديو. هذا الفيديو حينزل على صفحتي على الفيسبوك وعلى التيك توك ولكل شخص بيعرفني. هذا الفيديو بس ينزل على السوشيال ميديا حيكون أنا نهاية حياتي بإيدي، لأن هذا الفيديو حوضح فيه كتير شغلات. أول شغلة، تعرفت على وحدة اسمها عبير فؤاد رحال من دريا الشوف، المعروفة هلأ حاليا بالإعلامية والصحفية المحترمة، ونعم هيك صحافة ونعم التربية. عبير فؤاد رحال هي زوجتي وإلي منها 3 أولاد. ولادي يعني سرميت ولادي بتسوى عبير وبيت عبير وأهل عبير. أولا عبير عندها معروفة، وأنا معروف بالمواقع رحال جلوبال نيوز وأخبار عربية. أنا اللي أسست مجموعة رحال جلوبال نيوز. كل العالم بتعرف على المتابعين على الجروبات، بتعرف اسم، بيعرفوا خليل مسعود. أنا اللي أسست جروبات رحال جلوبال نيوز، وأنا اللي دفعت مصاري، وأنا اللي عملتها لعبير رحال. عبير رحال إنسانة ناكرة جميل، إنسانة ممثلة كذابة خاينة، بنت حرام، بتحب هي بنت بتحب الحرام، تعمل حالها انه هي بتخاف الله، هي ما خصها بالله. هي وامها نفس الفولة واختها. اولا موقع اخبار عربية مش لعبير رحال، موقع اخبار عربية لشخص اسمه الله يرحمه اسعد الاسعد، وانا اللي اسست، انا اللي قويته بالواتساب، انا اللي قويته، انا اللي خسرت المصاري، وانا فتحت لها مكتب عنه بكترماية ومكتب بصيدا وموظفين واللي بدها اياه. عبير رحال بس ينزل هذا الفيديو حيكون اخر يوم الي والها. هذا القرار انا اخذته، وانا في رب حيحاسب. اولا ما عادش الي عين، حط عيني بعين عائلتي، اخواتي، رفقاتي، معارفي، رجال ضيعتي، ما عادش الي عين، لان هالمخلوقه كسرت لي راسي، وطت لي راسي، مش انه كسرت راسي، وطت لي راسي، ما عادش الي عين اطلع فيهم، لانها امراه فاسقه، امراه ما خصها بالحياه، امراه ما خصها بشيء اسمه حلال، مرة بتحب شيء اسمه حرام. امها اسمها بهيجة كندال، اللي هي اسم معروفة بالخياطة المغربية بدريا، ام احمد. امها بلا شرف، امها بتشتغل بالشعوذة، امها بتشتغل بالشعوذة وبالسحر. انا كنت اكون مسافر ادق لي امها توصيني على اغراض، لما اروح جيب لي اياهم يقول لي الشخص اللي عم بيبيعني اياهم، يقول لي شو بتستعمل هون؟ قل له انا والله هول مرت عمي ما لي انا. يقول لي هول بس بيشتغلوا فيهم تعول، بيشتغلوا بالشعوذة وبالسحر. قل له والله ما بعرف. فانا جيب لي اياهم، في مرتين ما جبت لي اياهم، مرت عمي ما لقيت منهم، والباقي جيب لي اياهم معي. بيت رحال شيء، وهن بيت فؤاد رحال شيء تاني. بيت رحال اهل عمي جماعه بخافوا الله بحالهم. بيت رحال اللي هو فؤاد رحال، هو فؤاد رحال ما ذنبه، اولاده ومرته هن جماعه عاطلين. احمد رحال انت واحد بلا شرف بلا كرامه، انت بتبيع اختك كرمال المصاري. عبد الله انت واحد بلا شرف وبلا كرامه، انت كنت تعرف اختك تروح على الكازينو وتروح تاخذ مصاري، تروح على الاوتيلات، وسياره اللي كنت تسوقها انت بالحرام، بمال الحرام، بمال الكازينو، هلا بنحكي قصتها. انت واحد بلا كرامه. محمد رحال في رب السماء هو حيحاسبك. انا كنت ححاسبك، بس لا، محاسبه اختك قبلك. لو حشوفكم انتوا اثنين ححاسبكم اثنين مع بعض، بس يمكن ما اشوفك لك، شوف اختك. بالمبدأ
عبير رحال مع الوقت تبينت عبير رحال كانت تشتغل عند واحد اسمه محمد عبد الله، محمد صبحي عبد الله من شحيم. والنعم شيء زباله احسن منك يا محمد عبد الله. عامل حالك اعلامي وبالسياسه. انت زلمه بس بمال الحرام بالكازينوهات بس. عندك مرتك نسرين شمس بتسوى رقبتك. نسرين شمس عرفت عبير عليك مشان تشغلها معك. صاحبت عبير تروحوا على الكازينو، تروحوا على الاوتيل، بتعطيها مصاري بالاوتيل. هذا كله عندي فويسات وكله عنده فيديوهات حنزلهم مع هذا الفيديو. بس ينزل هذا الفيديو حينزل وراه كل شيء. نسرين شمس بتشرفك. انتبهوا، انا بيت عبد الله على راسي من فوق. بيت عبد الله البشحيم غير هذا الصعلوك، هذا المجوي. تبين مع الوقت عبير مصاحبة محمد عبد الله، مصاحبة عبد، مصاحبة خالد، مصاحبة عمر، مصاحبة محمد عمر، مصاحبة. أنا تبين وعندي شو 10 11 فويسات وما فويسات وصور. بدق كاميرا لعبد ودق كاميرا لمحمد، تبعت لهم صور بالزلط، صدر برا وكذا. أنا ما شرفني فيها. لما أنا كنت مسافر أنا عبير كان في 3 سيارات تحت تصرفها، شبح، بيتل، 500. عبير رحال هم المال، هم الشهرة بس، وأنا أعطيها مصاري اللي بدها إياه. عبير رحال مرة كذابة. عبير رحال لما كان معها سيارة كورولا بيضاء تقول للعالم ما بي اشترى لي إياها وأنا اشتريتها من شغلي. تقول لخي عبد الله ما محمد عبد الله دفع دم قلبه عليها. اخر شيء تبين انه السياره مشتريه من مال الحرام، من ربحانين بالكازينو وشارين السياره. والمهم الله لا يسامحك وما حيسامحك ربنا. تبلت على بلال رحال ابن عمها، انه بلال ابن عمها حاول يغتصبها بالحقل وهي سحبت عليه البروده. هذا الفويس حينزل معي اياه. عبير رحال مرة كذابة. مستعد تعمل أي شيء كرمال الشهرة. بتبيع حالها، بتبيع أمها، بتبيع أولادها، ما عندها مشكلة. عبير رحال أنا لما كنت مسافر كان متوفى بابا الله يرحمك يا بابا. أنا كنت مسافر بشهر 5، سافرت بشهر 5 يمكن ب5/5 رجعت ب16/5. ب 13 انا كنت ابعث له مصاري. ب 10/5 ب 11/5 كنت انا بعثت لها مصاري. بتقوم بتقول لي حبيبي انا بدي اطلع طلع اهل النمله يومين وبرجع بنزل. قلت لها اوكي يعني. حبيبي يا عمري بتقول لي. طلعت عند اهلها. بتفاجئ ب 13/5 انه هي جايه على المحكمه الشرعيه مقدمه شكوى علي. قال انا ضربها بالكف وانا عم بضربها قتله وبكسرها. وانا الله وكيلكم ضربتها كفين، كف من 5 سنين من وقت ما كنت مخلفه اول ولد لانه تطولت بالحكي. وبنفس النهار اخذتها على المستشفى، صورت لها منخاره، نزل دم من المنخاره، ما بو شيء الحمد لله. رحنا تعشينا وجينا وتصلحنا ونمنا مع بعض وكفينا حياتنا. من 4-5 اشهر كف واحد، لان هي حاولت تضربني بالسكينه. ضربتني بالسكينه وانتعجت السكينه، قمت خبطتها بالكف ودفشتها على التخت. هذا هو الموضوع. عامل علي عنف اسري. قال انا مسكر الابواب عليها بالجنازير، وهن بيعرفوا سيارتي بتدلى معها وبتدلى ظاهره وبتدلى رايحه وبتدلى جاي، ما بيسال فيها. الله يسامحك يا حضره القاضي نديم مشموشي، الله يسامحك الله يسامحك الله يسامحك. على كل حال انا خسرت عائلتي مو وراك يا عبير، مو ورا امك، مو ورا اختك، مو ورا تصرفاتكم العاطله. انا خسرت عائلتي واولادي. وانا هذا الشيء انا اخترتك. كل اللي بعرفهم انا نصحوني انه ما اخدك، لانهم بيعرفوكي، وانت بتعرفي كثير منيح مين اللي قال لي ما اخدك وتسمع بدايتك على التليفون. هلا لما انا صرت بحاجه لهم تخلوا عني. بتعرفي ليه؟ لان قالوا لي ان صحناك نحن بعبير، انت سودت وجهك بعبير. نحن بنعرفها العبير، ملف عبير عنا اياه.
طلعت على انا لما جيت ب 16/5 اجت هي على المطار اخذتني ورحنا تروت انا وياها وطلعنا، اخذت الاولاد وكذا وطلعت سلمت على اهلي واهلها ونزلت. نفس الثاني يوم رحت اخذت بيت مع بيسين ورحنا قعدنا نحن وقاعدين بالماء بالباب بالبسين مبسوطين عرسان، نحن انه مبسوطين معنا الاولاد مبسوطين. مشتاق لها ومشتاقت لي. قال بدق لي تبع المحكمة ببلغني على الشكوى. انصدمت انا، طلعت فيها صارت تضحك، قالت لي بسيطه بكره بيطلع بالغياب. قلت لها طب انت ليه رفعتيها؟ انت ليه رفعتيها؟ قال انا رفعتها بس لفرجي اختك انه انا بقدر اتشك عليك. طب شو قص اختي؟ شو دخل اختي؟ انا والدي ميت وانت عم تحكي بالورثه، انت ما دخلك بالورثه. انا قبل ما يموت بيي من 5 6 سنين الورثه موزعه ومعروف كان شو مين له ما مين له، بس انت وحده بلا اخلاق وبلا احترام. لشوف انت اهلك شو بدهم يورثوك. حاصله انا حاخسر حياتي. انا بتمنى من كل شخص بيعرفني وبيعرف خليل مسعود مزبوط يترحم عليه ويسامحه، لان انا اللي معاشرني مزبوط بيعرف شو قلبي. كل الجيران بيعرفوا انا كيف بعامل المرأة بالبيت، كيف بدلعها لعبير، كيف بغنجها، واللي بجيب لها اياه لعبير عند امها وبيها ما اكلته ولا بتاكله. كانت يمكن تاكله بالحرام لما كانت مصاحبه محمد وغيره 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 تظهر بالحرام. كانت مصاحبه عبد من النبطيه وخالد دغمان كان خطيبها وتركها ورجع صحبها هو. قال منشان تذله، منشان تنيموا معها وتعلقوا فيها. هذا الكلام كله معروف. ومن خالد قسطى لرامي ظاهر، لا امور كتير كتير كتير. رامي ظاهر برجع بجيب سيرتك انا لبعد شوي. رامي ظاهر يا عبي شو مالك؟ عامل حلقه انه انت بالتلفزيون صحافه تلفزيون لبنان، انت واحد واطي. لو اداره تلفزيون لبنان تحترم حالها بتشيلك. اولا كانت تظهر مع خالد بنفس النهار، تجي تروح تظهر مع محمد، 2 مع 2 بنفس النهار. او تظهر مع عبد تجي ترجع تظهر بنفس النهار مع محمد، مع غيره، مع عمر، مع كذا، مع محمود عثمان معروف الرائد بالجيش اللبناني من منطقة طرابلس. كمان معي صور ومعي صوت ومعي أصوات شايلت له ومعي كل شيء كل شيء كل شيء. أول شيء هيدي البنت، هيدي المرة مرة بنت حرام. إما معي فويس من عبير إنه أختها مال أختها بالحرام كمان حينزل، وإن شاء الله لحق نزله. أنا تليفوني موجود، بطلب من القوى الأمنية وقت أنا يصير شيء معي تاخذ تليفون وتطلع شو فيه. تقول لي اختي مالها بالحرام، انا عند اهلي ما بقى اكل، وانا عارف انه اختك مالها بالحرام. اللي اختي هي مختاره هيدا الطريق الصفل، اختها بالسعوديه عايشه بمال الحرام، اما معها خبر اما ما فرقاني معها. اخر همها وخيا معها خبر ما فرقاني معها. العطر عليك يا فؤاد رحال اللي هي بهيجة كندال عملت لك السحر، اللي هن اتفقوا عليك منشان تمضي لها بيع شري بالبيت، منشان هي تعمل جكارة باخواتك الشباب انه انتم ما لكم شيء، انا المالكه. انا كنت على هذا الحديث وانا نصحتها، قلت لها اللي عم تعمليه انت غلط والله حينتقم منك. 10 سنين انت ظلمتيه لجوزك. كمان بهيجة كندال جوزها عم بيموت وهي عم تبعت صورة له لوحده متصور معها، بتقول لها لبنتها عرفي لي مين هيدي البنت. زلمه عم بيموت، زلمه عم بيموت. انت وحده ما بتخافي الله، الله يسامحك يا بهيجة يا ام احمد. انت وحده مصاحبه على جوزك على الماسنجر، انا معي خبر، انا شفت بعيوني اللي انا بدي واجه ربي فيهم. هي شغله. الشغله الثانيه انا بدي اوجه تحيه لحضره القاضي مولانا، تحياتي لك رئيف عبد الله، انت قاضي القمه والنزاهه. انا اذا بصير معي شيء ولادي امانتهم بامنك اياها مع خيي احمد مع امي ومع اخواته بالبيت بملك بيهم، بملك بيهم، هن صار لهم بملكهم قاعدين. عبير رحال يمكن حضرتك انت عرفت شو في معي
وقلت لي هدى البال يا خليل، طول بالك ونشوف. انا كتير بحترمك وبحبك كتير، وانا هلا طالع لعندك على المحكمة. هيدي الطريقة الوحيدة اللي انا اقدر اشوف عبير فيها، لان عبير عارفة انه انا كنت بدي ارجعها. بس لا حول ولا قوة الا بالله، الله بلاني فيها لعبير، والحمد لله. تحياتي لك سيادة القاضي، انا بحترمك كتير. رامي ظاهر، عبير بتستلمك، عبير معي فويسات لإلها، عبير كانت تستلمك مع تبع التجمع، تجمع شباب درية، انتوا كلكم على بعضكم قرطة نصابين. كلام عبير معي، كلكم على بعضكم قرطة نصابين. عبير لما سلمتوها أمينة السر المصاري صارت تسحب مصاري مثل ما بدها هي تتصرف. عبير صارت تضحك عليك يا رامي، وانت تشد وتنفق انه انت قصة كبيرة، انت ولا شيء. شايف لو شفتك انا يا رامي لفسختك اثنين. بس مشكلكم انتوا بتهاوبروا ورا التليفونات، ما بتهاوبروا وجه لوجه. وما بعرف اذا حدا مدق لك وقال لك اياها، قال لك انتبه الغلط معه بدفعك ثمنها. انا كنت حدفعك ثمنها، بس هلا خلي مرتك تدفعك ثمنها. عبير يا زوجته لرامي ظاهر، رامي ظاهر كان عم بيحاول يطلع عبير مني مشان يتزوجها، هي هيك مستلمته يعني ليكبروا الاسم مع بعض. مثل ما عم تحكي معك عم تحكي مع محمود، عم تحكي مع كذا، عم تحكي مع كذا، عم تحكي مع كذا، كله موجود. فوق هيك عبير رحال كنت انا مستتها وفتح لها مكتب وموظفين واللي بدها اياه. هلا عم تشتغل عند العالم مذلوله مثل الكلبه، عم تقبض معاش. انا المعاش اللي بتقبض من 200 دولار وال 250 دولار 300 دولار اللي هي عبير رحال هلا عم تقبضهم، انا كنت اصرف لها اياهم بيومين، وهي تعرف هذا الشيء والعالم كلها بتعرف. رشا عبد العال، انت وحده، اكبر وحده احبه، انت وحده ملعبه على جوزك. رشا عبد العال متجوزه، هي من بيروت، متجوزه على الوردانيه. رشا عبد العال انت وعبير سرقتيني. عبير سرقت لي هي ورشا عبد العال من المكتب 17,000 دولار وساعة رولاكس وثلاث تليفونات لإلي هول وكمبيوتر، والهارد ديسك عليه معلومات خاصة لإلي. كان عندي فيديوهات أهم من فيديوهات اللي بدي أعطيهم، بس بالهارد ديسك كانوا بالمكتب. عبير فؤاد رحال استغلت إن أنا وقت ما كنت بالمكتب وعارفة إن أنا حطيتهم، وقتها توفى ابن خالتي بنفس الليل ما جيت على المكتب، اجت انا بالعزاء اجت فضت المكتب، سرقت المكتب. عبير رحال انا عملت عليك دعوه سرقه ودعوه تحبيش، وخيك عنده دعوه تحبيش وغيره 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 وغيره. بتعرفي مين اللي هداني؟ شخص واحد ما حاذكر اسمه، وقال لك انت بهدلتك وزليتك. بس لا، حنزل انا كمان. بنفس الوقت كل شخص موجود اسمه، من رامي ظاهر، زاهر ابراهيم، انا بتشكرك يا عيب الشوم عليك. بس محمد ذيبان تو عليك، واحد وسخ، هودي انت على اساس انه اصحابي. حاج محمد ياسين، انت مستشار المفتي بالدولة اللبنانية، هيك بتعرف عن حالك. انت واحد بلا دم وبلا ضمير، انت واحد عسرميت النورية بتموت، انت واحد خسيس بلا دم وبلا ضمير، الله لا يسامحك. بدك تفوت على اساس انه انت خير وكذا، بدك تصاحب عبير، كله معي اياه. عبير بتم ما حكيت عنكم، كل مكالمة اجت لعبير انا مسجل لها اياها، لان ما حدا اذكى مني، لا انت ولا عبير، وغيره 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 وغيره، وحتى الشريك جديد هلا اللي بتعرف عليه عبير كله حينزل. عبير اذا بتلاقي واحد مصاحب مرته، اذا واحد هو مرته منيح، عبير بتفوت بيناتهم لصاحب الرجال مثل ما عملت بنسرين شمس الدين. يا عيب الشوم عليك. في شغله بدي اقولها، عبير رحال سرمية خديجه الحجار بموقع صدى الاقليم بتسواك وبتسوى عائلتي. اشرف مني خديجه الحجار، كنت تحكي عليها بالعاطل، اشرف مني خديجه الحجار. على كل حال،
تحياتي لكم وسامحوني. وكل شخص بيعرف خليل مسعود بيعرف اللي معاشرني طبعا. قال في مثل بيقول تعرفوا؟ قال له اوف انا اللي بعرفه. قال له معاشره؟ قال له لا. قال له يعني ما بتعرفوا، بدك تعاشروا لا تعرفوا. كل عائلتي انا بتعرف انا قديش منيح. انا حاشتاقكم، وانا بس ينزل هذا الفيديو بكون انا ودعت. سامحوني. تحياتي لكم، والله لا يسامحك يا المعاون احمد رمضان المحقق بمخفر جحيم. الله لا يسامحك. كمان صلبك صاحب مرتي. بطلب من القوى الامنيه تتابع التسجيلات من رقم التليفون المخفر، بين رقم المخفر ورقم عبير رحال. عليك وعليها. ان شاء الله ما بيطعمك اولاد، ان شاء الله بتنحرم الاولاد مثل ما انا حرم اولادي هلا. الله لا يسامحك. يعطيكم العافيه.